بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بما أنه اليوم الجمعة، جمعة مباركة على الجميع. أغلب عائلة الجزائرية يديروا طبق تقليدي. اليوم أنا اخترت لكم طبق تقليدي قبائلي 100%. اللي نهار اليوم هي تيكربابين. راح نديره لكم على طريقتي. كاين شحال من وصفه وكل منطقه في منطقه القبائل تحضروا بطريقتها. انا راح ندير لكم بطريقتي. هنا في القدره ديالي درت حبه ونص زروديه كبار، قسمتهم على 4، ونص حبه كورجات تاني قسمتها على 4. الحجم تاع الزروديه والكورجات هو راهو كبير، وخليت نص كورجات ونص زروديه باش نحضر بهم تيكربابين. ودرت زوج حبات طوماطيش في الاشوار. درت زوج حبات طوماطيش وزوج بصله، زوج حبات بصل متوسطه الحجم. ودرت معاهم واحد 6 فصوص تاع الثوم ورحيت كلش. درت نصف الكميه هنا في القدره، ونصف الاخر خليه باش نخدم لي بولات توعي. درت هنا اللوبيا ولي زيبيس. حطيت كزبر، ملح، فلفل كحل وطماطيش مصبره. نحطو كلش بارد في بارد ونمرقوها مسخون ونخليها طيب لاصوص. والزيت درت خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده. هذه هي في المرقه درت الخليط كيف كيف بين زيت المائده وزيت الزيتون. هنا في الجفنه قطعت نص ربطه تاع حشيش شوربه، ودرت هذاك الخليط اللي قلت لكم درته في الاشوار، طماطيش وبصل وثوم. وراني نرابيه هنايا في الزروديه هذاك النص اللي خليته، ونزيد النص تاع الكورجات. كاين بزاف وصفات، كاين اللي ما يديروش الخضره. انا نحبو كي ندير فيها الخضره تجي جولي بولات تما غانيين وبنان بنان بالبزاف هكذا. كاين اللي يديروا له تاني الطرشي الاحمر. كاين تختلف الوصفات من منطقه الى اخرى. كاين اللي يدير حشيش شوربه والمعدنوس. انا نحب نديرو غير بالحشيش شوربه ومام توم مام النعناع. دوك انا ندير يابس كما شفتوا هنايا. جبت كميه من النعناع اليابس، نحبو بالنعناع يابس، ما نحبش نديروه نعناع خضر هكذا. ومن بعد السميد هنايا تستخدم بالسميد المتوسط اللي رايح شويه الخشين. هذا خشين بزاف، الحبه تاعو كبير شغل خشينه بزاف اللي جابهولي. دونك خلطت، درت 2 كيسان ونص سميد هذا متوسط، ودرت معاهم نص سميد رطب. اذا كان عندك هذاك السميد المليح متوسط نورمال ديري 3 كيسان نورمال بلا ما تزيدي رطب. ونديروا نفس اللي زيبيس اللي درناهم اللي هما فلفل كحل، كزبر يابس وملح وفلفل عكري، ودرنا ملعقه صغيره طماطم مصبره. ونجي ندير نص كاس زيت خليط بين زيت زيتون وزيت نباتيه. اللي عندها زيت الزيتون دير نصف كاس زيت زيتون، تما 3 كيسان سميد تقابلها نص كاس زيت الزيتون هكذا. نخدموا نبداو ندير في الكوريات تاوعي هادو، نحكهم مليح مليح ونسيي ما نعجنش شغل، غير نخلط باش يتجانس كامل المكونات عندي هكذا كما كتشوفوا هكذا بهذه الطريقه. نقعد غير نحرك فيها هكذايا باش يتجانسوا لي المكونات. هنايا سي بون، نخليه دوك حتى طيب لي المرقه حتى تبدا تغلي. هنا كي طابت ماشي طابت بدات تغلي المرقه، نحي منها هاد الكميه باش نطم هادوما التكربابين كما كتشوفوا. دوك ندير هكذا ما نعجن ما والو. شوفوا انا هنا راني نتاكد باللي شغل تعجنت ولا تعجينه هكذا. دوك نديرها بجيه ونبدا نشكل في كما شفتوا ما تعجنيهاش باش ما تجيش يابسه، باش ما يجوكش الحبات يابسين من بعد. ها شوفي هنايا مباشره نشكلهم بهذا الشكل البيضاوي كي شغل حبه بيض
وكاين يديروهم مدورين. انا يعجبوني هكذا باسكو كي شغل قطعنا الخضره كامل بالطول ومعاهم اللوبيا، دونك يجوا هكا شابين خير في التقديم ويجوا بنان. هذه هي. وفي المرقه كاين اللي يديروها بهذيك اللوبيا من العيون، هذيك اللوبيا اللي عندها عينها كحله، وكاين اللي يديروه بالوسمو بالحميصه دي، هو الكويجي كيف كيف. وهنايا في لاصوص كاين اللي يديروا تانيك هذاك القديد يقولوا له اش دلوه، ديروا بالقديد ولا ديري دجاج ولا لحم كيما حبيتي، بصح هي الطريقه الاصليه تاعها تندار بلا والو، تندار هكا كيما وريتها لكم. اللي يحب يزيد اضافات تاع اللحم نورمال. هكذا دوكا هنايا المرقه تاعي كي راهي تغلي وتشكلت هذوك التكربابين، نجي نحطهم هنايا في لاصوص، وكل حاجه ما مازال ما طاب والو، الخضره مازالها كامل خضره مازال ما طابتش. دوك نبدا نحط هكذايا مباشره، انا ما نفورهمش، نديرهم ديريكت وما يتحلحلوا ما والو. كان قلت لكم كل واحد وطريقه التحضير ديالو. لي سوسيال انا نديرهم هكذا يجوا بزاف بنان، يجوا هايلين. هنا راني طاب عندي التكربابين، راني نديرو في صحن التقديم، يتقدم هكا بلا صوص، تكون فيه لاصوص. ودرت هذاك القرن تاع الحار. هنا هنزيد نسقي معكم باش تشوفوا كيفاش يجي القوام تاع لاصوص وكيفاش يجوا الحبات هذوك ومع الخضره. طبق بزاف بنين هايل، ننصحكم تجربوه. هو شتوي مليح، نهار البرد ديري تكربابين. هنايا كي نقولوا طبق قبايلي ولا امازيغي، لازم هذيك اللمسه تاع زيت الزيتون. هكذا انا كي نسقي لهم كامل ندير هكذايا، ندير لهم من الفوق. صحي 100%، يجي بزاف بنين، وما كاش اللي يذوقوا ما يعجبوش. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في تحضيره، ونكون شهيتكم ونكون درت لكم لونفي باش ديروه تجربوه. اللي ما عمره ما ذقتوه نقولها غير جربيه بهذه الطريقه، يجيك كي العسل، يجيك بزاف بنين. وهذا مكان، وانتظروني في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. وكما دائما لازم نحل معكم الوصفه ونجربوها مع بعض. شوفوا هنايا الكره كيفاش جات من الداخل، ما جاتش معجنه، جات مشربه حتى للقلب، وبزاف بنينه. واش نقول لك على هذيك البنه، ان شاء الله تجربوه وترجعوا لي الخبر في لي كومونتير كيفاش جاكم. انا راني دقت وقلت لكم جا هايل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.